السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. النهاردة بقى يا حبايب قلبي عامله لكم فيديو كده جميل جدا، خليكم معايا وبجد يعني هيعجبكم قوي. جبت مزيل الدهون اللي على البوتاجازات وبيطلع كمان بقع من الهدوم. لو عندك بقع مش هتطلع، بقع في البولات اي حاجه بيطلعوا من غير يعني ما يتعبك يعني. اسمه ستريس، بس جميل جدا. بتروحي للمنظفات وبتقولوا له عليه، بجد حلو قوي وهيعجبكم قوي. انا جبته. انا صراحه بنت اختي اللي كانت قايله لي عليه، بس اما روحت برضو وسالت في المنظفات عليه طلعهولي وقلت له في اعلى منه، قال لي لا. فانا عايزه اقول لكم ان انا كنت هعمل البوتاجاز ده قبل كده، بس يعني كنت مشغوله، فقلت بقى اعمله النهارده مع حبايبي بقى كده، عشان يشوفوا بقى انا عملت ايه النهارده. هعمل لكم فيديو حلو كده بسيط وجميل كده هيعجبكم ان شاء الله، ويفتح نفسكم كده على الروتين بقى والتنظيف وكده. بصوا، انا اول حاجه بقى جبت المنظف ورحت بقى قلت ارش على البوتاجاز كله كده، ورشيت على الايادي ومن قدام وكل حته فيه، وسبته زي ربع ساعه. بصوا بقى، بصوا خلطة عملنا صوت. بصوا بعد ما رشيته كده زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي. بقول لكم انا في الحته دي عايزاكم تدعموا قناتي. بجد الواحد تعبان فيها، والله العظيم انا تعبت فيها كتير، وبعمل كل جهدي فيها. بس انا عايزه في تفاعل يا جماعه، بالله عليكم. وحياة اولادكم كده، عايزه في تفاعل. اللي عنده مثلا شير ممكن يشير لي الفيديو على الفيس، على الواتس، على اي حاجه. بجد يعني يكون جزاه الله كل خير. وهستنى منكم دعمكم واللايك بتاعكم الجميل. اهم حاجة اللايك اللي بيرفع الفيديو، اهم حاجة يعني اللايك دوت بتخليني احس ان انا عملت حاجة، فاهمني؟ فعايزه اقول لكم بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا بقى يا حبايب قلبي، مسكت بقى السلكه كده من غير صابون الاول، وقلت بقى ادعكوا دعكه تمام كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. هتشوفوا دلوقتي المنظف عامل فيه لو محتارة وعايزة دهون عندك صعبة، ممكن تجيب المنظف دوت. بجد جميل جدا، انا جربته وهجيبه. لو عندك برضو بقع في البلاط زي ما قلتلك، عندك بقع في الهدوم، صاحب المحل اللي اشتريت منه قال لي لو عندك بقع في الهدوم مش هتطلع في الغسيل خالص ولا بأي حاجة، بتطلع بترشي عليها شوية تطلع على طول. فبجد يعني منظف حلو قوي. بس طبعا انا كنت فاكراه الاول من غير ريحه خالص. هو ليه ريحه بس مش زي الباور الاسمر ريحته جامده جدا وبتخنقك بجد. لكن ريحه الاستريس ده بصراحه يعني ليه ريحه بس مش قويه جدا، يعني مش بتخنق قوي. فبجد جربيه ومش هتندمي والله. ايوه كده يا تفاحه، زي ما انت كده ماشيه. ايوه الله ينور بجد، يعني الواحد تعبت النهارده بس مش مشكله. لما بعمل لامي اي حاجه بجد بحس يعني ان انا بعمل حاجه تسعدها، فما بزعلش ابدا ان انا اتعب ولا اي حاجه. ربنا والله العظيم بيديني صحه من اجلها يعني. ربنا كده يخليها لنا يا رب وما نتحرمش منها ابدا طول العمر كده ان شاء الله، تبقى منوره حياتنا. ايه رايكم بقى كده يا حبايب قلبي؟ بصوا السمار اللازق. بصوا انا جيت والله العظيم دعكت دعكه كده، لقيت السمار بصوا طالع. بصوا البوتاجاز بجد بيلمع والله، ما اقولكمش على النظافه والجمال بجد، ولا احسن من كده. عايزه اقول لكم بجد البوتاجاز بقى بيلمع، بقى كاني لسه جايباه من المحل. بصوا بجد تحفه تحفه تحفه. جبت بقى الصابون السائل وكبيت بقى شويه كده على صلاة البوتاجاز من العشاء. فوق.
الآن من فوق وقلت بقى ايه اكب شويه ميه كده وايه، واديته بقى دعكه كمان بالصابون السائل بقى بعد ما لميت كل اللي كان على البوتاجاز والسمار وكل حاجه. بس قلت طبعا السكينه دي لازم برضو ايه، في حاجات بتبقى لازقه جامد جدا يعني. عايزه اقول لكم خالتي بجد عندنا منورانا والله العظيم، ومنوره اسكندريه كده، وبجد يعني ربنا يا رب يديها الصحه. هي لسه عامله عمليه في عينها قريب، ربنا يا رب يشفيها ويعافيها يا رب، ويديها الصحه كده ويخليها لنا كده ان شاء الله. وربنا يا رب يوفقها في حياتها يا رب، وفي كل اللي تتمناه يتحقق يا رب، هي وامي واخواتي وامة محمد. بصوا كده بقى، انا عملت صابون سائل زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. بصوا هتشوفوا البوتاجاز دلوقتي بجد حاجة تانية حاجة تانية. بصوا دعكت بقى الازاز زي ما انتوا شايفين كده كمان برضو ايه، دعكة بالصابون السائل حلوة. بصوا بجد الله ينور عليكي يا تفاحة، بجد جميل جميل جميل، مفيش بعد كده. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بقى انا شلت بقى المفاتيح بتاعه العيون، قلت بقى اغسلها بقى لوحدها، وهوريها لكم دلوقتي برضو بعد ما ركبتها ونضفتها. والحوامل كمان، الحوامل برضو رشيت بقى في بلاستيكه كده، رشيت عليها السترس ده، بجد حلوه قوي. رشيت عليها ولقيت الدهون كده بتنزل لوحدها، وبصراحه نضيفه برضو. بصوا قعدوا بقى يقولوا لي اقعدي شويه، طب ارتاحي شويه، انا ما بعرفش. بص عملت حاجه لازم اكملها، يعني ما بعرفش مثلا تعبت في النص كده، لا ما اعرفش. لازم اكمل الحاجه لاخرها، سواء تنظيف سواء اكل لازم اكمله لاخره. بصوا بقى حبايب قلبي، بصوا بصوا المسحه، بصوا بجد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بجد تحفه تحفه. ما شاء الله ما شاء الله. يا رب بقى الاقي تعليقات حلوه بقى ولايكات بقى ومشاهدات كده تفتح النفس يا حبايب قلبي. بجد الواحد والله عايز يعمل فيديوهات كتير وكده، بس ايه، الواحد صراحه يا جماعه مش متشجع والله العظيم. يعني الواحد لو فيه تشجيع ولو فيه مشاهدات ولو فيه مقابل بجد، يعني الانسان برضو بيحب يشوف نتيجه يعني النجاح اللي هو عمله. فبجد الواحد بيزعل اول ما بيلاقي إيه يعني مفيش تفاعل مع الفيديو، على ان الفيديو بيبقى جميل جدا والله العظيم، ما اقولكمش بيبقى حلو قوي يعني. بصوا بصوا بجد ما شاء الله ما شاء الله. تسلم ايدك يا تفاحة، بجد حلوة قوي قوي قوي. الله ينور الله ينور الله ينور. طبعا بقى غسلت الحوامل لوحدهم زي ما قلت لكم، برضو سبت رشيت عليهم و... وسبته بقى كده لحد ما ايه، ما تفاعلوا شويه مع الحاجه، وغسلتهم بقى بس الصراحه بره الكاميرا يعني. هوريهولكوا دلوقتي حالا بعد ما خلص خالص. بصوا المنظر بتاعه بجد تحفه تحفه. الله ينور عليك يا تفاحه، بجد جميل 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 جدا. مش عايزه اقول لكم بجد ان انا فرحت جدا بعد ما نضفته وبعد ما عملته. بجد جميل قوي ومبروك عليهم ويتهنوا فيه يا رب. بصوا بقى عملت لهم بقى صينيه بطاطس بالفراخ زي ما انتم شايفين كده، والصينيه طبعا ما كانتش مكفيه، عملت في طاسه كده من غير ايديهم بنعمل فيها برضو. بجد ما شاء الله بجد تحفه. وعملت برضو رز بشعريه مفرفر زي ما انتم شايفين كده يا حبايب قلبي. يا رب كده الاكل يكون عجبهم وعجبكم. ايه رايكم بقى في الاكل وفي اليوم الجميل بتاعنا النهارده؟ عايزه لايك وعايزه تفاعل وعايزه حاجات تفتح النفس وكلام جميل كده من قلوبكم الجميله. ربنا يفرحكم يا رب زي ما هتفرحوني يا رب.